السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مترشحين ومترشحات مباراة التعليم تخصص الاجتماعيات. دعونا ندخل في الموضوع. التزاما بإخباركم بأن الدورة ستكون إن شاء الله عامة، سنبدأ على بركة الله في دروس الإعدادي، وخصوصا الأولى إعدادي. سنبدأ بدرس بلاد الرافدين بشكل مختصر. هذا هو الدرس الأول في التاريخ بشكل مختصر. اسمع جيدا لهذا الدرس وستفهم إن صح القول. دعونا نبدأ على بركة الله. مقرر التاريخ للسنة الأولى إعدادي نتحدث عن المقرر المغربي، يركز درس حضارة بلاد الرافدين على تقديم نظرة عامة حول هذه الحضارة التي نشأت وهي قديمة في منطقة بين النهرين الفرات ودجلة. يتناول الدرس عادة النقاط التالية. الدرس هذا الشيء اللي كيتناول حضارة بلاد الرافدين، وهو تقع بين نهر الفرات ونهر دجلة في منطقة تعرف اليوم بالعراق وسوريا. ثانيا نتحدث عن أبرز الحضارات التي مرت في بلاد الرافدين. السومرية تطورت في جنوب بلاد الرافدين وابتكرت الكتابة المسمارية، وظهرت فيها أولى المدن الكبرى مثل أور وأوريدو ولا أريدو. ثم كذلك البابلية، الحضارة البابلية نشأت في وسط بلاد الرافدين وبرزت بها حضارة بابل، والتي اشتهرت بشريعة حمورابي وبالأبراج المعلقة. ثم حضارة أخرى وهي الآشورية، نشأت في شمال بلاد الرافدين وميزت بتطورها العسكري والإداري وبالعديد من المكتشفات والمكتشفات الأثرية. ثالثا الإنجازات الثقافية والتقنية. أولا كما قلنا سلفا الكتابة المسمارية، ثم هذه الكتابة المسمارية اخترعها السومريون واستخدموها لتوثيق الأحداث والمعاملات آنذاك. ثم كذلك هناك الرياضيات والفلك، تطورت في بلاد الرافدين حيث استخدموا نظام العد على أساس 60 وقدموا إسهامات في علم الفلك. كذلك من بين القوانين شريعة حمورابي في هذه الحضارة، واحدة من أقدم القوانين المدونة التي وضعت مجموعة من القوانين والنظم الاجتماعية. ثم بالنسبة للديانة والمعتقدات، كان لدى سكان بلاد الرافدين ديانات عديدة ومتعددة ومختلفة وعبادات لآلهات متنوعة، وكان لهم معابد ضخمة وأسطورة، خلق معقد إن صح القول. بالنسبة للحياة اليومية، يتناول الدرس أيضا تفاصيل حول الحياة اليومية للسكان مثل الزراعة، التجارة، الأنشطة والبناء والعديد من الأمور. يمكن الرجوع للكتاب المدرسي باش تعرفوا باش تشوفوا غير المبدأ ديال هذا الدرس المدرسي، باش تحصلوا على واحد التفاصيل دقيقة حول المحتوى والتمارين اللي كتعلق بهذا الدرس. دمتم سالمين والسلام عليكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.